إذا تحبون فلوقات الزيارات والطلعات تعالوا كملوا هذا الفيديو وشوفوا هاي الأجواء الجميلة والمناظر الحلوة والزيارة الجميلة. حبايب قلبي كملوا الفيديو حتى تستمتعون وياي بهاي الطلعة الحلوة. حبايب قلبي بما إن أني صار هاي ما طالعة حبايب ورايحة للنجف، فاليوم قررت أغير جو وأطلع أنا وخالتي للنجف نزور مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه وكرم الله وجهه. بصراحة بنات هاي أول مرة أطلع بدون ناية وظلت ببالي طول الطريق. صراحة بنات أفكر بيها أقول شلون طلعت بدونها، بس أنا أعرف بيها ما تتحمل الطريق الطويل وما تحب الطلعات الطويلة، تحب تكون بسرعة خلال ساعتين ثلاثة. احنا بالبيت فما تحبيش طلعات طويلة. أول شيء شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام. خابرتني خالتي أم كرم قالت لي أنا رايحة للنجف أني وأبو كرم وبتهم، قالت تعالي ويانا حتى هم تزورين منايا ويانا نروح مرقد الإمام علي وهمين شوية ويانا انت بالسيارة. أنا أحب أطلع وياك صراحة، خالتي كلش تحب تطلع وياي، تقول طلع وياك غير تسولفين وتضحكين ويانا وتنطينا جو حلو بالطلعة، يعني أبد ما نحس بملل وياك، فخطية تحب تطلع وياي تقولي تعالي ويانا. فأني عفت نايات لأن قلتها الطريق بعيد وما تتحمل نايات، عفتها هي وأخوانها بالبيت فرحت وياهم. الطريق كان حلو وفارغ حبايب قلبي، بس احنا طلعنا بوقت المغرب، يعني صلى صلاة المغرب صليناها وطلعنا حبايب قلبي. وطريق كان بعيد، تعرفون طريق النجف كلش بعيد، وأعتقد 3 ساعات ونص إلى 3 ساعات، خصوصا إذا طلعنا من جهة الصويرة ومن جهة الدورة. احنا طلعنا من جهة الصويرة حبايب قلبي. فهنا حبايب الطريق كان سهل وفارغ، على الرغم من انه بنات الجو بيومها كان يعني لا حار ولا بارد، كان الهواء يعني شو راح نقول لطيف، صدق اكو حرارة بس الجو لطيف حبايب قلبي. واصور لكم هنا الاجواء والطريق لان تعرفوني اني احب اشارككم اي شيء او اي تفصيلة اني اعيشها واشوفكم اجواء الطريق حتى تحسون نفسكم انتوا رايحين وياي مو اني وحدي حبايب قلبي. هنا بالطريق بنات نسولف ونضحك اني وخالتي وكل شيء اقولها والله ابو جيت لو جايبين ويانا نويات، والله ابو جيت لو جايبين اخوانها. خالتي قاعده طلع فد يوم بدون نايات، ليش كل مره تفكرين بيها؟ لازم فد يوم تاخذين لك يوم وحدك شوية تريحين نفسيتك، يصير عندك وقت لنفسك، تشتمين هوا، انه تعرفون انتو حبايب وخالتي تعرف ايش قد صعبين اطفال مرضى الدماغ وايش قد يتعبون ويرادلهم خلق ويعني نشاط ويرادلهم كون انت بالش رايق. فلازم انه واحد كل فترة يغير جو وحده حتى شلون ينطي طاقة ايجابية لنفسه ويسيطر على نفسه وعلى تفكيره ويكون هادئ حبايب قلبي. وهنا صورت لكم وصلنا البابل، صورت لكم هاي مدينة الألعاب طبعا كلش حلوة صراحة، وأني أحب مدينة الألعاب، أحس أني أريد أروح ألعب، يعني أحس نفسي أنا طفلة وأنا أفكر أقول الله لو الجهانة يجون أروح ألعبهم. وهنا أنا أصلا إيشهم دلاب الهوا، يحبون دلاب الهوا. هنا رايحين حبايب نروح مطعم ريت حتى ناكل لنا شيء حبايب قلبي لأنه جعنا حبايب. فهنا رايحين للمطعم ودا أصور لكم الطريق مال المطعم. هو المطعم صاير بابل، يعني نهاية بابل حبايب قلبي، يعني ما بين طريق النجف وبابل. هنا وصلنا له حبايب، يعني بعد شي بسيط ونوقف يمه. بنات انتم من تطلعون بدون اطفالكم تحسون بالراحة لو يضل بالكم عليهم؟ انا صراحة ضل بالي عليهم وخصوصا على نايات طول الرحلة، والله احس ما افتح اطلع وحدي. هنا بنات وصلنا للمطعم. طبعا الشيء الحلو بالمطعم انه اكو العاب للاطفال وقعدة حلوة ونظيف صراحة. هاي أكثر من مرة يعني أجربها مع العلم، صار لي فترة كلش طويلة ما رايحة للنجف حبايبي لأنه بعيد الطريق وتعرفون مسؤوليات البيت والأطفال ونايات. هنا الألعاب شلون حلوة ولطيفة يفرحون بها الأطفال، والمطعم كان مزدحم والأكل مالتهم أنطي صراحة 9 من 10. طلبنا دجاجة على الفحم وكباب
كلش طيب ونظيف ومطبخهم مفتوح وقدامكم يسوون الأكل. هذا الشيء عجبني وأنطي تقييم 9/10. بعد ما خلصنا أكل رحت للأسواق على مود نجيب سوالف نسلك نفسنا بها بالطريق، حب شيبس على ما ادري شنو، نسلك نفسنا بها ونسولف شويه ونضحك لانه ما يكمل الطريق بدون هاي الاشياء. حبايب بدي اصوريكم بداخل السوبر ماركت اشوفكم الاشياء. طبعا اخذت هواي شغلات لأنه تعرفون الطريق بعد هواي. صراحة البنات هنا كان الوقت الساعة 11 بالليل، تخيلوا وصلنا بال11 بالليل هنا، خلينا السيارة بالجراج ودنا نتمشى، وهاي بنت خالتي الجميلة تقولي صوريني أمنايا حتى يشوفوني أموت عليها. هنا بنات وصلنا دخلنا للتفتيش حبايب قلبي. طبعا كان بيومها الإمام فاروق وكان الزيارة كلش حلوة، ودعيت لكم حبايب قلبي، دعيت لكم ودعيت للجميع، وصراحة كان زيارة خفيفة ولزمت الإمام صراحة وزرت. وهنا المصعد الكهربائي بنات أتخبل من المصعد الكهربائي لأن كل شي يدوخني، ما أعرف من أنزل من عنده كلش أدوخ، وحتى خالتي مثلي خطية تتخبل من عنده لازمة بدأت تقولي أنا أخاف من هاي فدول اللي لازمتني هنا دا أشرب مي. وصلنا ودنا نتمشى. هذا المرقد مال الإمام علي. طبعا تعجبت من شلون مكملين يعني مطورينه ومكبرينه بنات. ما قلت لكم أنا صار فترة كلش طويلة ما رايحة ومكبرينه، والمرقد يعني من الداخل صاير يجنن بنات، حرفيا أجواء روحانية ولطيفة وأجواء يعني تحسسكم بالطاقة الإيجابية، تحسسكم مش قد يعني تحسون إنه الدنيا مش قد يعني بنات الدنيا ما حلوة، الدنيا ما تسوى، تحسون بهاي الأجواء الروحانية، تحسون صدق أكو قيمة يعني الله مخليها بداخل هذا المرقد، والله سبحانه وتعالى انطاه يعني فد شعور للناس من يدخلون إنه ويزورونه، وانطاه مرتبة حبايب قلبي، لأنه هو يعتبر صحابي من صحابة النبي وابن عم النبي، فإلى قيمة حلوة ومكانة حلوة حبايب قلبي بقلب النبي. فلهذا السبب أنا أقول ليش العالم ترتاح وتروح هناك. عرفت هذا هو السبب، بسبب الراحة النفسية والتقارب برب العالمين أكثر، والتدعين ترجعين كل طاقة إيجابية للبيت صراحة بنات. نادى أصور لكم داخل الماركات حبايب، شوفوا لي أجواء، شوفوا لي جماله، وكل تفصيلة بي أنا مبهورة بيها، كل تفصيلة بي حفظتها بنات، والله حفظتها، أدقق عليها كل زين على مود أحفظها وأحفظ تفاصيلها، لأنه صراحة أنا أحس الشيء عظيم والعظمة لله تعالى. وبناء يعني جميل جميل إلى أبعد حد حبايب قلبي. وهنا بداخل المرأة أشوفكم تفاصيل البناء وتفاصيل الزيارة، وهم دا أزوركم وياي، هم تزورون حبايبي، وندعي لكم إن شاء الله جميعكم وكلكم حبايب تنقضي حوائجكم بإذن الله سبحانه وتعالى حبايب قلبي، وبركة أكيد رسول الله وأهل البيت والصحابة حبايب قلبي. هنا وبنات دا أصور حتى ما أنسى تفاصيل بنات، وهنا دا أصلي بنات، وأدعي لكم وأدعي للجميع وكل من أوصاني للدعاء، وأكيد ما أنسى بنتي نايات أدعي لها بالصحة والعافية، ومن عليها رب العالمين بالصحة والعافية، ويفرح قلبي وقلبكم قضاء حوائجكم. بنات أنا أنصحكم تروحون تزورون بالليل، لأن الأجواء بالليل والزيارة إلها طعم ثاني، ويكون فارغ المرقد حبايب، وبراحتكم تزورون وتتمشون براحتكم، وهم الجو لطيف كلش. وهنا أخذتكم جولة بالسوق. أكثر شيء عجبني إنه كل شيء متوفر عندهم، أسعارهم حلوة ورخيصة، وأكثر شيء عجبني بنات الألعاب، أموت على ألعاب الأطفال حبايب، جبت لهم الأطفال وجبت النايات لعبة جميلة عجبتني، لأن قلت مستحيل أرجع إذي ما بيها ألعاب الناياتي، وأفرح قلبها لأنه هي خطية تتلقاني من الباب ويجي تستحضني وهاي، فأنا لازم أجيب لها اللعبة، فجبت لها إلها والأخوانها
بدأ أشوفكم الألعاب وجمالهن، لأن أنا كلش أحب الألعاب والله. وهنا دخلت هذا المحل مال جنط، أخذنا نجوم طيب وكم شغلة هماتين بنات، وإحنا نازلين من المصعد البنات المصعد هذا أنا أتخبط من عنده. حبايب قلبي هنا رايحين بعد السيارة حتى نرجع للبيت. حبايب قلبي كانت زيارة لطيفة وزيارة جميلة حبايب، ودعيت وصراحة ماكو كان ازدحام وشعور لطيف وشعور يعني ما أوصف لكم يا بنات، لأن أنتم مجربين هذا الشعور 100%. حبايب قلبي والرجعة هم كانت خفيفة صراحة. أنا أحس الرجعة يعني أسهل من الروحة، ما أعرف شنو السبب، وأحس وقتها أقصر من الروحة. انتو هم مثل بنات تحسون هيك؟ كتبولي بالكومنت حتى أشوف تعليقاتكم الجميلة وأقراها. حبايب قلبي بس ما أعرف الطريق الشيء المحلو به هو بس أظلم الطريق أظلم، ما أعرف ليش ما يحطون هواي إنارة ويصير الطريق منور حتى أصور لكم مناظر حلوة وتشوفونها حبايبي حتى تستمتعون بالأجواء اللي أنتو همين باعتبار وياي أنا ما أخذتكم أنتو وياي تروحون وياي. وهنا وصلت للبيت وكانت نايات نايمة، بس من قعدة الصبح شوفتها اشتريت لها هذا بس قد حلو بنات يطلع صوت ويمشوا هي فرحانة بيه. ظلت مقابلته يمكن ساعتين وتوحك فرحت بي، والأخوانها هم جبت هدية. أكثر شيء حبايب عجبني وأفتر الأخير هو قول الإمام علي عليه السلام: لا بنا كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب. أحب كلام الإمام علي لأنه صدق ماكو هنا مثل العقل ولا أكو فقر أكثر من الجهل، إنه الإنسان يكون جاهل بكل تفاصيل حياته وبكل تفاصيل الحياة والدنيا، ولا ميراث كالأدب، لأنه الأدب بنات هو فضيلة ما يصير نتركها، وهي اللي تخلي الإنسان تيمة. حبايب قلبي لهنا وخلص الفلوج الجميل حبايب، أتمنى يكون عجبكم. وإذا تحبون هيك فلوجات كتبوا لي بالتعليقات حتى أستمر، ولا تنسون الاشتراك واللايك حبايب قلبي، لأن دعمكم إلي يخليني أستمر. أنا كلش هواية أحبكم بنات، بس أهم شيء أذكركم مرة ثانية بنات لا تنسون الاشتراك وتكتبوا لي بالتعليقات حتى أصور لكم وشين الأماكن اللي تريدون أروح لها وشين الأماكن اللي تحبونها أنتو. كتبوا لي بالتعليقات حتى ما أنسى. أنا كلش هواية أحبكم، أشوفكم بخير وسلامة. باي باي.